لازم يعني احكي لكم رحلتنا كانت برعاية مستر هو عشان اشوفكم هان كمان شوفوا الفيديو كله ما بيزبط يا جماعة الخير. تعالوا نشوف رحلتنا بعد تخييمنا القاسي صراحة من الايام القاسية. تعالوا شوفوا وين رايحين احنا والاولاد وايش عاملين وشو سووا. للامانة عجبوا على الدنيا كأنهم اول مرة يشوفوا بحر. يمنا فعليا اول مرة تسبح فهي شوي خايفة. شوفوا لقيت بلح البحر بس فاضية للأسف. مالك يا يمنى ليش يا ماما مستغربة منظر البحر؟ خذي راحتك اغوصي واسبحي. ابراهيم عاشها بالطول وبالعرض، تقى بالطولين وبالعرضين. صراحة البحر هذا المنفس الوحيد للغزاوي. ففيش منفس آخر، فيش مكان آخر للبحر. كتبنا أسماء ناس كتير طيبين وناس رائعين من ضمنهم مستر هو. ويا جماعة الخير أرسلت لهم هيك على شاطئ بحر غزة، أرسلت لهم إياهم على الواتس. وإن شاء الله مش هخلي حدا غير أرسل لكم إن شاء الله هداياكم الجميلة اللي بتليق فيكم، بتليق بالناس اللي وقفت معي في وقت الشدة. الله يبارك لهم ويخلف عليهم ويجعلها في ميزان حسناتهم. لا تقصروا يا جماعة في دعم أطفالنا بحاجة وقفتكم الجادة والقوية معاهم، بحاجة تبرعكم ودعمكم، وقفة الناس الطيبين الرائعين أمثالكم. الله يسعدكم ويخلف عليكم ويجعلها في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. قناتي من الغزاوية الجديدة تستناكم على أحر من الجمر. تفوتوا على مقاطع الفيديو والشورتس تشوفوهم لحتى نقدر نرفع القناة. يمنا تطلع بيقول ماما ايش هذا اللي كتبه؟ بقولها مستر هو عمو عبد الله. فقالت ماشي وراحت كملت انه ايش تكمل سباحة او تبدا سباحة. هي تبدا هي مش عارفة من وين تبدا صراحة. ولكن انا اشعر انه تبقى يمنا الايام هذه هزيل كتير مش متفاعلة. فصراحة قلة الطعام والغذاء للأطفال كتير خلاهم هزيلين. حتى إحنا الكبار جدا جدا هزيلين وجدا مش قادرين نستمر في حياة تتطلب منا جهد عالي. في نفس الوقت فيش طاقة، فيش غذاء نعطي نفسنا طاقة. فعن جد مستر هو كتير بيعطينا طاقة. الله يسعده يا رب. فحسبي الله ونعم الوكيل في كل العالم، اللي ساكت، اللي خذلنا، اللي قادر يوصل لنا أي حاجة ومتواني عن ذلك. صراحة نحن خصماؤكم يوم القيامة على تخاذلكم وصمتكم هذا. وكان صراحة صباح جميل لأن صحيت من 6 الصبح، وبما إنه خيمتي قريبة يعني مقابل البحر، فمن 6 الصبح قلت لأولادي يلا يا ماما عدوا العدة والعتاد اللي هو يعني كل واحد يمشي بطوله بس يلبس شبشب والله يعسكه ويلا كله ينزل على البحر. والله ما خليها فيني تسكه. يمنا لابسه الشبشب خايف البحر ياخده، فبقولها يما طول ما انت لابسه الشبشب والله البحر لا ياخده فعل فاضي. ان شاء الله كل حدا نفسه يزور غزة، كل حدا متمني انه يفوت غزة ويفوت بحر غزة ويستمتع في اجواء غزة. ان شاء الله ربنا يكتب له اياها عاجلا غير آجل. ربنا يقر عيوننا بالفرج العاجل والايام الجميلة اللي تسعد فيها اطفالنا يا رب العالمين. ويسعدكم جميعا ويسعد دعمكم ووقفتكم الجادة معنا. كل شخص ناشد معنا وقف معنا وشد همته معنا في ظل الأحداث الصعبة اللي بنمر فيها. إن شاء الله ما تذوق اللي ذقناه وما يمر عليك أي صعب مر على أهل غزة أو على نساء ورجال وسيدات وأطفال غزة. للأمانة المجاعة أطاحت بأطفالنا جدا جدا جدا، أطاحت فيهم كثير صراحة. أصعب شيء لما بنتك قبل ما تنام بجوعها صراحة، وبالنهاية تحكي يا ماما سوي لي أي حاجة بتنجان أو أي حاجة أكلها، فأنت تجبرها إنها تنام لأنه هذا الشيء مش موجود أو سعره غالي جدا جدا جدا. حتى الغراب بيلفوا بدور يا حرام بتمشي على الشط من الصبح بدور له حاجة ياكلها. لا حياة للإنسان إلا إذا بده ياكلنا إحنا. طبعا طولها ما شاء الله ما شاء الله بالطول وبالعرض عايشاها. ويمنا بس قاعدة هيك بتخلي الموجة تيجي عليها وتلفها زي عقارب الساعة وترجع تيجي الموج الثاني وترجعها على نفس الوضع وترجع تلفها زي عقارب. انتوا فاهمين كيف؟ البحر يجيبها ويوديها هيك لفة ورجعة روحها رجعة وهي قاعدة مكانها. مش عارفة ايش نظامها بنتي هذه، الله يعينها ويرضى عليها ويهديها ويفرحها ويجعل دائما الشيء الجميل من حظها يا رب هي وإخوانها يا رب العالمين. لا تنسوا الدعاء لنا يا جماعة الخير. وبديش أوصيكم لا تنسوا الاشتراك في القناة، قناتي من الغزة
الغزاوية الجديدة. مش عارفة أولادي بروح البحر بطصهم على طص على وجههم، بيجوا بيمسكوا جلبابي، هذا هم بيمسكوا الجلباب بيمسحوا وجههم ويرجعوا تاني على البحر. ايش نظامهم مش عارفة. طول ما احنا هم بيسبحوا بيرجعوا، انا سبحت وانا واقفة الله وكيلكم، بس من اولادي. وهذا الحزين مش عارفة ليش حزين زيك، تقول البعد كأنها بيقول يا بحر يا غدار. لا تنسوا الاشتراك في قناتي من الغزاوية الجديدة.